يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا أكلة اسكندرانية مكونة من الجمبري أو وصفة الجمبري بالخلطة، ومعانا طبعا السيفوليا وجمبري مقلي. معانا هنا هوت البصل، أنا مقطعاه جوانح ومحضرة معايا فلفل ألوان. آه، ويا حبذا لو كان فلفل كمان معايا حتة كده هوت حامية شوية. بنزل كده الاول حاجة بالجوانح بالبصل، باخدها كده هو التقليبة يا دوب بس تصفر لي كده معانا على خفيف او تدي اللون الشفاف. معانا هنا هو كام فص توم يا دوب برضو ريحتهم تطلع، يعني مش يتحمروا. باخدها كده هو تقليبتين كده، واكون مجهزة برضو شوية فلفل مقطعاهم كده برضو بالطول او جوانح مجموعة كده هو بيبقى طعمها حلو جدا الخلطة دهيت. هنزل كده هو بعد ما البصل اخد لون، انزل بمجموعة الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، وبيبقى كمان في التقديم شكله حلو جدا لان بيحتفظ بقوامه، لان الجمبري ما بياخدش وقت في التسوية يعني. واخدها كده هو التقليبة، وانزل بشوية ملح كده هو بيساعدوني ان البصل والفلفل بينزلوا ميتهم. ادي نزلت بشوية الملح، اقلبها كده هو. واخر حاجة انزل بيها الطماطم عشان ما تسردش مية في الاول على البصل، يعني يا دوب هو ده يتحمر الاول وبعدين انزل بالطماطم. الفلفل والبصل مع الثوم كده اخد له شوية تقليبة كده هوت، وبقى لونهم كده مع بعضيهم بقى شفاف. هنزل بالطماطم، اخدها برضو تقليبتين كده، واكون مجهزة معانا الجمبري. وزي ما عارفين الجمبري بيتنضف وبيتغسل حلو جدا، وبيتنضف من تالت عقلة بيطلع منه الحبل التراب. ونزلت بالجمبري، وبيبقى حلو جدا لما تنطقيه مش بيتقلب، يعني تحاولي كده تنطقيه من الحلة يتنطق كده هوت، وبيتغطى عليه. ابدأ بقى كده هوت اغطيه، نزل ميته كده، ومعايا على النار التانية شوية زيت في المقلاية كده هو. تنزل بقى بالسيفوليا او بسمك موسى، او اخواتنا بتوع السويس بيقولوا عليها الغطيان. سمك سيفوليا من الاسماك الحلوة جدا الخفيفة، ولحمها كتير جدا ومش دسمة يعني تزهق في الاكل كده هو. طعمها حلو جدا. على المقلاية التانية ابدأ بقى كده هو اعمل سيرفيس جمبري مقلي جنب الرز كده والسلطات. خلصت كده هوت وخلصت معانا خلطة الجمبري. انزل بقى احضر سفرتنا. جهزت هنا هوت الجمبري، ومعانا هنا هوت السيفوليا جهزت واتقلت. انزل بقى بيها عامله لها تخديعه من الطماطم وخل وثوم. حمرت الثوم ونزلت بيه على الخل ومع يعني وشويه طماطم، تسبكوا كده، وانزل اشرب بيهم السمك. اكله لذيذه وتفتح النفس، وتخلي مع الثوم عم بيشهي يعني. اشكركم جدا ودايما عامر، وان شاء الله في وصفة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.